السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم الشيخ. صباح الخير، صباح النشاط، صباح الحيوية. طبعا النهاردة أول يوم في جدول تغيير حياتي للأفضل. الحمد لله صحيت قبل الفجر بساعة، يعني أنا كنت ظابط المنبه الصراحة قبل الفجر ب5 دقايق، بس سبحان الله لقيت نفسي صاحي قبله بساعة. وده حاجة حلوة إن شاء الله، علشان نبدأ إن احنا نعمل جدول ترتيب اليوم لأول مرة قبل الفجر. ان شاء الله نعمله مع بعض. هيفرق معانا طول اليوم ان شاء الله، علشان برضو ايه، نتعلم مع بعض، وعلشان اللي ما يعرفش يعرف. يلا بينا نعمل الجدول. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. في البداية كده حابب أعرفك إن أنا جبت شوية حاجات لزوم الشغل يعني. ده عبارة عن ورق أنت بتكتب فيه كده اللي أنت عايزه، وبتخلع الورقة كده تمام، وبتلزقها على الحيطة وبتلزق تمام. دي برضو حاجة هتفرق معاك كتير، هبقى أشرحها لك بعدين يعني. وطبعا جبنا النوت الجميلة دي، يعني حاجة زي المحفظة كده صغيرة اللي أنت تقدر تشيلها في جيبك. فيها حوالي 100 صفحة، ديت إن أنت بقى بتنظم فيها يومك وبتكتب هنا مثلا حاجات، واللي بتعمله بتعمل عليه صح وكده، فمعاها القلم بتاعها. حاجة كويسة يعني. وطبعا مش عارف انا جبت الاقلام دي كلها ليه، بس هي كانت شوية منهم معايا، وجبت اللون ده واللون ده. يعني دول جداد ودول كانوا معايا قبل كده. طيب بما اننا لسه في البداية ومش عارفين هنعمل ايه، فمش هنستخدم دي على طول، لا احنا نجيب ورقة فاضية كده من بره، ونبدأ ان احنا ايه نقسم فيها اليوم، علشان ما نبهوأش الدنيا. طيب نجيب الاقلام بتاعتنا الجميلة هنا كده، ونبدأ ان احنا نعمل ايه، نكتب رقم الصفحة. اول حاجة نكتبها رقم الصفحة. بسم الله الرحمن الرحيم. 1. تاريخ النهاردة 25/4/24. سيبك من الخط، ما تركزوش مع الخط، بس ايه، المضمون كويس يعني. وطبعا ما ننساش شعار القناة بتاعتنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن شاء الله ربنا هييسر كل عسير معانا، طول ما احنا بنرضيه وطايعين أمره. تمام. طبعا أول حاجة احنا بنعملها في يومنا لما بنصحى، تمام، أول حاجة بنعملها إن احنا بنصلي الفجر. طبعا يعني احنا ظابطين نومنا على ميعاد الفجر، إن احنا نصحى ونروح نصلي في المسجد. فطبعا أول حاجة هنعملها إيه؟ صلاة الفجر. خلينا نكتبها بالقلم الأزرق أحسن. صلاة الفجر. وطبعا لما نكتب صلاة الفجر يبقى معناها إن احنا صلاة الفجر دي جماعة في المسجد، عشان برضو ايه منكترش في الكتاب. صلاة الفجر جماعة في المسجد. تاني حاجة بنعملها أذكار الصباح على طول إن شاء الله، يعني ربنا يكرمنا ونداوم عليهم. نيجي جنب الحتة دي كده، ونعمل مربع صغير كده، علشان لما نعملهم نعمل قدامهم ايه صح، يبقى كده حتة مربع صغير كده ايه جنبهم. تاني حاجة عايزين نعملها نقرأ الورد اليومي. طبعا احنا قلنا الورد اليومي ما يقلش عن ربعين بالنسبة لي أنا. فعلشان أنا هحتاج إن أنا أحفظ تاني، مش مجرد إن أنا بقرأ الورد بس، لأ، محتاج إن أنا أراجع كويس. فمش هحطه على طول بعد الإيه صلاة الفجر وأذكار الصباح، هنسيبه لوقته في اليوم، الوقت المحدد ليه في اليوم. تمام. تاني حاجة أنا هعملها، هنبدأ إن احنا نذاكر عشان الكلية ميعادها حوالي الساعة 9 في اليوم. فنحاول إن احنا نذاكر إيه، المحاضرات المتراكمة عليها قبل كده. فهنعمل إيه، مذاكرة برضو ما لا يقل عن محاضرتين. ده عبارة عن إن أنت مثلا هتذاكر المحاضرتين دول قبل ما تروح الكلية، علشان لو اتسألت فيهم مثلا أو كده تجيب محاضرتين من المتراكم عليك. أو لو أنت مش مراكم حاجة، يعني ربنا كرمك وبتذاكر أول بأول، المحاضرات اللي عليك تذاكرها قبل ما تروح الكلية. تمام. طبعا أنا أول ما هخلص المحاضرتين دول هيكون الساعة جت 9، فهبدأ إن أنا أروح الكلية. تمام. فالكلية دي هتضيع مني نص اليوم، لأن أنا باخد من 9 لحد حوالي الساعة 1. تمام. فيعتبر ده ضايع مني. نرجع نصلي طبعا الظهر ونتغدى، وبرجع الاقي النور قاطع. يبقى نعمل ايه في الحبة دول؟ نروح الجيم، علشان يبقى احنا كده ايه خلصنا من حاجة كنا نفسنا نعملها من بدري. الجيم. طبعا اول ما هنرجع من الجيم هندخل ناخد حمام سريع كده، ونصلي العصر في المسجد جماعة، او بأذن الساعة 3:30 مثلا. هنصلي ونرجع. هنعمل ايه بعد ما نرجع؟ نبدأ نحفظ الورد اليومي، اللي هو ما لا يقل عن ربعين زائد حاجة من السنن النبوية. أنا هبدأ في إيه إن شاء الله في السنن النبوية؟ بالأربعون النووية. يبقى إيه السنة؟ يبقى إحنا كده إيه
معانا الورد اليومي والسنة. هنحفظ الورد اليومي والسنة، مش هياخدوا معانا حوالي ساعة ان شاء الله. كده احنا خلصنا لحد حوالي المغرب. فاضل اخر حاجة هنعملها في اليوم، وان احنا نكمل مذاكرة المتراكم علينا. ذاكر بقى محاضرة، ذاكر 2. المهم ان انت ما تنامش غير لما تذاكر حاجة منهم، علشان الامتحان قرب فما تتسوحش. يبقى كده اول حاجة عملناها صلاة الفجر واذكار الصباح ان شاء الله نعملهم. تاني حاجة لما نيجي مذاكرة المحاضرتين، يبقى كده خلصنا لحد ايه؟ الساعة 9. نروح الكلية ونيجي الساعة 1 نروح الجيم، كده خلصنا لحد ايه؟ العصر. بعد العصر نقرأ الورد اليومي والسنة، دول لحد ايه؟ لحد المغرب. طبعا يعني هيكون في وقت ان انا امنتج الفيديو اللي انا بصور فيه ده، فعلشان كده ايه ما حطيتش حاجة بين العصر والمغرب. يبقى ايه بين العصر والمغرب فاضي ان احنا نحفظ فيه الورد اليومي بتاعنا، ونحفظ حاجة من السنة ان شاء الله. بعد المغرب، من المغرب لحد العشاء نذاكر محاضرة مثلا، وبعد كده بعد العشاء نيجي نذاكر المحاضرة التانية. وبعدين لو في وقت، لو في وقت تمام، لو في وقت حتى هنعملها بالقلم الأزرق كده. لو في وقت نعمل ايه؟ نبدأ في كورس الانجليش، علشان برضو دي حاجة فايتاني وكنت نفسي اعملها من زمان. عملتها ما عملتهاش يبقى ايه عادي يعني، ما تزعلش نفسك. الحاجة ديت ثانوية يعني، مش حاجة أساسية. الأساسي هتلاقيه قدام هنا، ده طبعا أساسي. مذاكرة المحاضرتين دول أساسي، دي طبعا أساسي عشان الكلية بتحاسبنا عليها. الجيم ده يعتبر أساسي، بس أنت مش هتروح كل يوم، فأنت إيه يومين ويوم، يومين ويوم كده، فبرضه هنقول عليه أساسي. ده أساسي أساسي أساسي. مذاكرة المتراكم عليا مش أساسي، بس لو عملناه يبقى أفضل بكتير. كورس الإنجليزي مش أساسي، بس لو عملناه يبقى أفضل بكتير أوي أوي. يبقى كده احنا يعتبر خلصنا اليوم كله. وطبعا بينهم انت بتصلي الفروض جماعة في المسجد، يعني يفضل انت تصليها في المسجد. وطبعا كل ما نعمل حاجة نيجي قدامها كده ونعمل صح، تمام، ونبدأ ان احنا ايه نحاسب نفسنا. طيب بعد ما خلصنا ترتيب اليوم كامل مع بعض، عايز اقول لك نصيحة ليك. مش لازم تقلده في كل حاجة. يعني مثلا صلاة الفجر والاذكار الصباح دي ممكن كلنا محتاجين ان احنا نصلي الفجر ونقرأ اذكار الصباح، تمام. انما مذاكره المحاضرتين دول انت ممكن ما تعملهمش قبل، يعني ايه ممكن تحط مكانهم الورد اليومي والسنه، تمام. تحطهم يعني على حسب احتياجك. انا شايف ان انا مذاكره المحاضرتين الاول ليه؟ علشان طبعا عليا الكليه، فيا دوب الحق اذاكرهم. رحت الكليه وجيت هروح الجيم. طب انت ضروري تروح الجيم؟ لا مش ضروري انت تروح في الوقت ده، لان انا بقول لك انا الساعتين دول بيكون النور قاطع عندي فيهم، فبروح الجيم بوفر يعني ايه الساعتين دول بدل ما داني نايم هنا. فعلشان كده بقول لك ايه على حسب احتياجاتك انت شوف. والاولى فالاولى، يعني انت ما تجيبليش كورس الانجليزي مكان المحاضرتين اللي عليك في اليوم، لا، المحاضرتين اهم، فانت تذاكر المحاضرتين الاول. عشان كده بقول لك ايه تقسم على حسب احتياجاتك، واولى فالاولى، تمام. يلا استنانا في الفيديو الجديد، وما تنساش اللايك والشير، ويا ريت تعرف صحابك برضه عشان يمشوا معانا في السلسله الجميله دي. وربنا يا رب يكرمنا ونفضل مكملين مع بعض فيها. استنونا الحلقات الجايه. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.